كمريض، إذا سمعت مصطلح الخلايا الليمفاوية البلازمية مذكورا من قبل طبيبك أو من قبل المختبر، لا تشعر بالخوف أو الذعر. إنه مجرد مصطلح بسيط، لكنه لا يدعو للقلق. معظم العدوى الفيروسية يمكن أن تؤدي إلى بعض الخلايا الليمفاوية غير الطبيعية. الخلايا الليمفاوية هي رجال الإطفاء في معظم العدوى، خاصة العدوى الفيروسية. عندما تقاتل هذه الخلايا الليمفاوية الفيروس، فإنها تمر ببعض التغيير، تبدو مختلفة قليلا عن الخلايا الليمفاوية العادية. لكن بأي حال من الأحوال، لا ترتبط الخلايا الليمفاوية البلازمية بالسرطان. إنها فقط تشير إلى أنك تعاني من عدوى فيروسية. أحيانا في بعض العدوى المزمنة قد تحصل أيضا على الخلايا الليمفاوية البلازمية. لذلك يجب اعتبار وجود الخلايا الليمفاوية البلازمية كدليل على عدوى فيروسية حديثة التعافي ومناقشة أهميتها مع أطبائك. ومع ذلك، فإن معظم الحالات ستتحسن تلقائيا مع علاج بسيط، ولا داعي للذعر بشأن ذلك.